وهذا الداعشي. تعال 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 داعشي، تعال تعال. ايش بيك؟ ايش بيك حبيبي؟ ايش بيك؟ انا ابو شعار بشوار ما ادري شنو، انت ما تمثلنا حبيبي. انت اول شيء مو عراقي، والعراقيين كلهم يكرهون الدواعش. انت داعشي، ليش جاي يمي تطلع ريحه حبيبي؟ داعس على راسك وعلى راس داعشك، زين؟ وراس اللي عندك بعد، وبالقندره. ماشي؟ وبالقندره، وبعد بالقندره. واعلم بخيلك اركبه انت وجماعتك. ماشي؟ والله العظيم. ايش بيك؟ واذا عندك اي شيء تعال خالي، انطق حتى عنواني، تعال راس النعنس انطق عنواني وتعال. اذا بيك زود تجي، اذا بيك زود تجي لهنا. شل. لا 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 يلا ابلع ولا بيسوي العقاب. والله اللي بس بس من البيوت هذول مسك تلاقي باندج شيء اكيد. والله شوف، طب يوم فيديو خلونا نلوت والله هذا ما زمان شلناه. هذا ديت بيك طريقه، زين؟ والله ما ردحت شيء. لوت خلنا نسيك. حكم حبيبي، انا مو حكي على كلان، هي مو كلان. مسك انزل لوت. شوف، مو كلان حبيبي حكم. كلامك انت يعني اخلاق، فارد عليك باخلاق. انا شوف، هي مو سالفه كلان، هي سالفه جماعه مسوينهم تجمع. هم تجمع يجون يسوون حركات ويسبون يغلطون. كله خيولي، كله خيولي. بس حتى الراس الكبير مالتهم قاعد يحكي بهذا الاسلوب. انا بالنسبه لي قاعد احكي وياك، انت شلون تفتهمه من عندي افتهمه. انا كسوريين، السوريين ما يمثلهم لا هذا الشخص ولا جماعه هذا الشخص ولا اخلاق هذا الشخص ولا اخلاقهم نهائيا. هذول يمثلوهم السوريين الطيبين اللي عندهم اخلاق سوري. عرفت؟ انا هذا المبدا اللي احكي بيه. هذول ما لهم علاقه بسوريا. انت من تقول لي تشمل، انا اشمل جماعته. انا اشمل جماعته، صح، انا اشمل جماعته. اكو ناس دا تتلوق له، اكو ناس حاقد عليه بس ما تقدر تحكي لان عندهم مصلحه وياه الى اخره. انا هذا ما يهمني. انا اللي يسكت عن الحق شيطان اخرس. انا لو ما سامعه بلسان، يعني بلسانه طالع حكي يقول انا مجبور رحت انضميت وياهم، فهو شنو؟ نبي؟ مو نبي. واضحه شنو هو، فما يحتاج يعني احد يجي يجادلني. يعني هسه انا مو كنت بالموصل، انا كنت بالموصل وكانوا داعش بالموصل، بس انا ما رحت. من جبر؟ مو ماكو شيء اسمه جبر. حتى انطيك من الاخير، داعش ما تجبر احد انه تجي، مجبور تجي تدخل وياي. هذا منطق، هذا كل العالم تعرفه. انا كنت بمكان، انا يم شو اسمه، يم الدواعش 3 اشهر بالموصل. زين؟ 3 اشهر اكو ظلم، اكو الى اخره، رواتب، قطع طرق، جلد، ما ادري شنو، كل السوالف. بس سالفه انه تريد تفهمني انه جبر دخول للداعش، ايش اسمه الداعش، ما كان اكو. شيء اسمه غصب عليك. ماكو غصب، ماكو غصب اصلا. اصلا دخول اي واحد اذا يريد يدخل وياهم لازم هم يعرفوا، ما يدخلون اي واحد بعد. فانت من تحكي واحد، اقول لك رفيق اوفوني حبيبي، انت روحوا اوفوني وروحوا، ما عليكم بي. فجر ضلع. من دا تحكون وياي، انتوا دا تحكون ويا واحد ترى يعرف شنو داعش. يعني حطوا ببالكم ان شاء الله. انا واحد يحكي قدامي انا اعرف هذا شنو من شيء، فرجاء يعني لا تسووها انه انا ما اعرف. لا حبيبي، انا اعرف شنو هم وشلون اصلا العالم كانت تروح تدخل عليهم. فما يحتاج واحد يجي يدافع او شيء، يعني المسألة واضحة يا شبابنا الطيبة. اوكي، قلت لكم اخواننا الريف، اخواننا المزارعين، ماكو شيء اسمه انا مجبور رحت دخلت وياهم. ما دام قاتلت وياهم انتهى الموضوع. وراها صرت نبي ما ادري شنو، ما يفيد. مره بحكي لك مجبور، مره بحكي لك لا كله كذب ما في منه الحين. هو انا بالنسبه انا ماخذ هذا المبدا. اكو سوريين هو باعوا. احكي نقطه حلوه، كلش حلوه. انا هسه هنا بتركيا، انا تقدرون تقولون انا ما، يعني شلون اقول لك، مثل ما تقول بلدي الثاني انا يعتبر تركيا. حتى اخاف ما حد يعرف، بس انا لان انا اصلا عراقي تركماني. يعني عراقي تركماني. التركمان بالانجليزي يعني الرجل التركي.
احنا عراق وتركيا اثنينهن بلدنا. انا هنا عندي اجدادي، عندي قرابتي بتركيا، زين، عندنا قرابتنا بالبرلمان، كل هذه التفاصيل. عندنا هنا جبهة كاملة، اخاف ما تعرف، جبهة كاملة بس حقوق التركمان موجودة هنا، الجبهة التركمانية العراقية، اذا ما تعرفها روح اسأل عليها. اذا هسه انا مسجل يم الجبهة التركمانية، اذا انا لا سامح الله احتاجت شيء او احد تقرب لي او الى اخره، ما يحتاج اصلا، لا انا ما اسوي شيء، الجبهة تكظه من ياخته وتجره. زين، فاحنا بدنا نحكي بسياق انه احنا عراقيين جايين على مكان، زين، وانتم سوريين جايين على مكان، هو دا يحرض الناس تحريض الى انه يسبون ويغلطون. انا لحد هسه ما محرض احد، ولا راح احرض احد اقول له روحوا سبوا روحوا غلطوا، لا ما احرض، بس هو يحرض الناس انه يغلطون ويسبون على ارض البياتي، على اهل البياتي، على اخوة البياتي. يعني محمد ومهند اطفال، باو اطفال اعمارهم 10 سنوات دا يفتحون البث على الفيسبوك يلعبون يتونسون، غير يجون يسبون عليهم وعلى اهلهم. هذول سوريين، هذول سوريين. اذا هذول سوريين انا خلاص اسكت، بس انا متاكد هم مو سوريين فما راح اسكت، هذول مو سوريين. وهذول هل جوي صدفة؟ لا والله مو صدفة، هذول اكو ناس حرضتهم انه يدخلون يسبوني ويسبون الباشا ويسبون المرعب ويسبون صبيحة ويسبون الولد الكل، فهذا السب. زين، ايه بس تدري ان احنا بسوريا كان في شيء اسمه معارضة يمثلنا الجيش الحر والنظام، وفي داعش. هو قال انجبر ينضم للجيش الحر، ترى هو مو نفسه داعش. الجيش الحر كان يمثل المعارضة ويحارب داعش، يعني الجيش الحر كان يحمل سلاح والنظام كان يحمل سلاح والدواعش كان يحمل سلاح. لا شوف، لا بس دقيقة حكم على راسي يا قلبي. شوف كلامك على عيني وعلى راسي، ترى بابا انا اعرف يعني انا ما احضرك، لا انت تقول احضرك ما احضرك، ما دام تحكي باخلاق ما احضرك، لا لك مساحتك واحكي براحتك. شوف اكو يعني عدة اصناف يقاتلون بسوريا انا اعرف، زين، وانا ما اريد ادخل بالامور بس راح اتطرق لها بشكل بسيط. اكو انا اعرف، بس هو من حكى الحكايه كالتالي كان، هذاك سأله هل انت فعلا انضميت لداعش؟ رجع هو جاوب قال ما اقول لك ما انضميت، انجبرت. ما سأله هل انضميت للمعارضة. انا هذا رأيي، انا هذا اللي شفته. هو اللي دا يكذبه او اللي دا يحكي للناس شيء ثاني، انا ما عندي مشكلة وياه، انا يشتغل بعيد عني ما يتقرب لي، انا ما عندي شيء وياه، بس المشكلة هو كل فترة وفترة يشمر له، عرفت؟ يدز جماعته، يدز مدري كم واحد سربتيه يجون مدري شنو يعلقون يسبون. هذول ما يمثل، انا يعني بنظري انا ما راح اكره السوريين لو يظلون للصبح يسوون هيك، لان اعرف هذول ما يمثلون السوريين، ما اتقرب ولا هم يحزنون، بس هو دا يحرض السوريين اللي باسطنبول مدري وين. عمي والله يا سوري يا سوري يا سوري، خلي يجي اي سوري عنده بالشارع غير عنده شيء وياي، خلي يجي، يريد يتعارك خلي يتعارك، والله لازم خليه يجي يتعارك، بس على مود منه؟ على مود داعشي؟ خليه يتعارك، ترى انا ما راح يصير لي شيء، وحتى لو متت انت راح تطب جوا، انت راح تطب جوا، واللي تدافع عنه اول واحد راح يطب جوا، اول واحد. انا كل شيء مقدمه بالدوله التركيه ومقدم دلائل كامله، فانا من اليوم باكر مو خايف. اذا واحد يقول لك مو خايف، مسيطر، كلش مسيطر، قاعد احكي كل ثقه انه انا بالنسبه لي انا لازم ميت من 2003 كعراقي، انا من 2003 لازم ميت. انا هاي الفتره اللي دا اعيشها كليتها والله العظيم عايش على قولتهم اكسترا هاي زياده، فانا بالنسبه لي مو خايف ولا ابد ولا 1%. ومن صارت حرب داعش والجيش كان يحرر كنت اريد ارجع حتى اقاتل ويا الحشد، بس ما صارت، ما ضبطت.
زين، فانا ما خايف اخي، والله العظيم مو خايف يا حبيبي. يجون يتعاركون وياي بالشارع، خلي يجون يتعاركون. على مود منو؟ على مود داعشي؟ تعال عاركني. تريد تدششني؟ دششني، والله دششني، ما راح تحصل شيء. راح تجيني اقتلني هم، اقتلني. انت اول شيء تنتهي، واللي تدافع عنهم راح ينتهي. لان اكو فيديو كامل زين باليوتيوب هسه موجود، انه هو يحرض على قتل، يحرض السوريين على قتل يوتيوبر عراقي، انا او غيري، بس يحرض. زين، واكو تهديد سابق له زين موجود، انه هو يريد يقتلني او يريد ياذيني. ماشي، هو انا قاعد اقول لك ان هذه كلها فايل بالدوله هسه، فايل، بس ماكو شيء جذري بالنص انه هو يسوي هالحركه. خلي يسويها. اكو بيجات هسه سوريه، ما اريد اسمي، ياخذون الحكي يعني اللي دا نحكيه بالبث او الى اخره، ويروحون يحطوه بعنوان مستفز على السوريين. هو سوري يحطه بعنوان مستفز، ويخلي التعليقات يسبون يغلطون بدون ما يفتهمون الكلام. كلها عاد. انا قانونا وياي، فلوس اكو الحمد لله والشكر والله يزيد الجميع. زين، ناس انت اذا اكو سوريين الك هنا يقولوا لك روح كفو واحنا بظهرك، وروح اقتل البياتي او سوي الى اخره وعبشكلاتك، فهم قاعد ينطوك التهلكه. تعال سويها، وانا اقول لك لا مو التهلكه، قاعد يدزوك للجنه. تعال اقتلني، اقتلني زين، اقتلني وانا كافر، وانت تروح للجنه. انا بس اموت اجت الشرطه التركيه مسكتك من ياختك، يلا تعال. هو مباشر، ماكو، ما بيه شغل، ما بيه شغل. المسألة منطقية، أنا قاعد أشتغل بهاي الطريقة، أنا لا مضر أحد ولا محزنون، أنا اللي يريدها موجودة. يا ابن سوريا، ابن سوريا هيك يسوي، هو اسمه مقترن بسوريا بس لهذا السبب، ولا هو لا شيء صراحة. هو بس اسمه لأن قارب إن ابن سوريا وكذا، فالناس شوية تميل إلى يعني كسوريين أنا أقول، بس هيك. اما كموضوع هو والله لا يمثل سوريا لا من قريب ولا من بعيد ولا 1% حتى صراحة. يعني انا رأيي الشخصي وحكيت اللي عندي، وهذا اللي يجي بس السب وغلط وما ادري شنو. يجوز يشوفني بالشارع هذا ما ادري يعني، يجوز يجي يسلم علي عادي. وانا ما مأذي العراقيين، بس هو مأذي العراقيين ومأذي السوريين بنفس الوقت. من سب بنت سوريا، من سوى مشكلة ويا بن عدنان، من سوى مشكلة ويا جماعته، من سوى مشكلة ويا ابو خليل ويا ماهركو ويايا ويا ابو سالم ويا الشمري ويا بيكاتشو ويا المرجاني، ما خلى واحد يا بشر. هذا السوري لا تعليق صراحة. بنطبيت لليوتيوب ما عندي مشكلة ويا يوتيوبر، جيبوا لي يوتيوبر عندي مشكلة وياه، مشكلة مو اختلاف، مشكلة. انا اختلفت مثلا فترة ويا علاوي رونس، اختلاف بسيط ما وصل مراحل. بعد منه، بعد منه ما عندي بيكاتشو يمكن بالبدايات هيك اختلاف بسيط بس كان، وراحت اصدقاء واخوان ما بيناتنا شيء. اما البقية ما عندي شيء وياهم بالعكس. والله يا حكم يا قلبي، مع احتراماتي لك وشكرا لمبادرتك، بس والله انا موقف ماخذ انه انا ما راح احط ايدي بيد واحد حاط ايده بيد داعش. وانا اعتذر من عندك، انا قرابتي نصهم راحوا بالحرب ويا داعش، يعني كجنود احكي لك، مقاتلين عن هذا القاع. فصراحة انا ما اخون اللي قاتلوا على مود العراق وحط ايدي بيد داعش صراحة، ابدا ولا 1%. لان هاي حطت الايد ممكن بالمستقبل تنطي فرصة انه يسوي له حركات ويتبرأ منها. كلامي اعتقد واضح لك. احمد الحبيب، والله في ناس عم توقع فتن بينكم، الزلمة ما عم
يجي ناحيتك وصار له 4 ايام مسكر اللايف، والله في ناس على الديسكورد عم تسمي اسماء وتوقع فتن، خلص سيبك منهم. انس الشامي يا قلبي، والله انا لا راسل احد ولا راح ارسل احد ولا اتقرب على احد ولا احكي على احد ولا 1%. وهسه نلعب ماكو كل شيء. اجى واحد شمر 100 نجمة وقلب المود صراحة. ولا انا ما عندي شيء، انا قلت لك انا مسألتي وياه شخصية وليست مسألة دول ومدري شو. مسألتي وياه شخصية، انا مهددني هو وانا ماخذ عليه تقدر تقول يعني لزمة، وموجودة الملفات كاملة. زين، في حالة صار ما صار انا اخذ حقي من عنده بس، لا اكثر ولا اقل. اما موضوع هو شنو يفكر، يريد ما يريد، ما انتهى الموضوع. انا بالنسبة لي انا ما اريد اتقرب له صراحة، انا ما اريد اتقرب له، لان قبل هالمرة سامحته من صارت المشكلة القديمة. بس طلع عنده حقد بداخله صراحة. يعني بوقتها من صارت المشكلة وجابوا خليل، ابويا خابر، واكو ناس من عشيرة البيات من العراق خابروا، قالوا يعني لو تحلها لو نعلنها يعني خلص تصير عركة بيناتكم للآخر. فأنا باوعت يعني خلص خلنا ننهي. لأن أنا فوق كل شيء أكو بعد عشيرة يعني بالعراق، عشيرة البيات اللي ما يعرف من أدها خليه يسأل أو يكتب باليوتيوب يعرفنا. ف راسلوني وحشوا وياي، قلت لهم اخوان انا راح احل المساله وخلاص، راح انهي المساله خلاص انتهى. لان حتى لا تصير اكبر من هذا الحجم، لان ما تستاهل. لان التهديد بالقتل عند العشائر ترى كفران. يعني اذا هددت واحد بالقتل غير الله يستر. فحلينا الموضوع وراحت السالفه، بس ما فات صراحه. حلينا الموضوع بس طلع الرجال بعده حاقد، مع العلم كانت قناته تنقص وقناته تصعد، والعراقيين يعني والسوريين وكلها كانت تحكي عليه. بس انا سويت الوضع ورجعت المياه لمجاريها، بعدين رجع شعلها مرة ثانية. فأنا مرة سويتها مرة ثانية ما أسويها، ولا يلدغ المرء من جحره مرتين، وانتهت القصة.